هل الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي حرام؟ ليه قررت ان انا اوقف فيديوهات لفترة؟ امتى يكون الفيديو بتاعك حرام وهو نفس الفيديو نفس كل حاجة ويكون حلال؟ والسؤال الاهم، هل ممكن المحتوى بتاعك يضيع اخرتك؟ في الفترة الاخيرة الحمد لله بقيت بشوف كل فعل انا بعمله هل ده بيرضي ربنا ولا لا، وده كان زارع عندي شك كده، وهو هل ممكن الفيديوهات اللي انا بعملها دي تكون حرام؟ والموضوع عندي ما كانش عادي، لان انا كان عندي نظرة مستقبلية للموضوع، بمعنى ان انا هدفي ان انا اتشهر فيجي لي اعلانات فاقدر بعد كده افتح مشروع وبعدها اتجوز وافتح بيت لو ربنا طول في عمري لحد لما اموت. واعتقد ان دي كل اهداف كل شخص عاقل بيتفرج، ولكن هنا لو الاساس بتاعك ذات نفسه حرام فهيبقى كل اللي انت بتعمله ده حرام، وهو ده اللي كان مخليني مذبذب. طيب هنا خلينا نسأل سؤال مهم، ايه اللي بيخلي اصلا الفيديوهات دي حرام؟ وهل هي اجمالا حرام ولا هي فيها بعض الاشياء اللي لو شلناها منها ممكن الامر يتحول لامر مباح؟ وهل فعلا رأي الناس الكبيرة دي صح اللي هم بيفضلوا دايما يقولوا لك انت يا ابني ازاي بتجيب فيديوهات من على النت، فيديوهات النت دي حرام والكلام ده؟ هل ممكن كلامهم في الاخر يبقى صح لما تحاول انك تقرب من ربنا وتحاول ان انت ترضيه في كل فعل في حياتك؟ ده هيخلق عندك زي ترمومتر كده على الافعال اللي انت بتعملها، وده خلاني ابص للموضوع من نظرة تانية. ولكن خلينا برضو اقول الحق ان البداية ما كانتش من عندي. الموضوع بدأ لما كنت قاعد بقلب على التيك توك وقاعد بفكر وعمال اقلب وعمال اشوف هعمل ايه الفيديو الجاي، ولكن لقيت رسالة من 2 من صحابي في نفس الوقت في نفس الدقيقة، واقسم بالله العظيم انا توقعت ان هم هيكونوا باعتين لي فيديو لحاجة انا بعملها بيقولوا انها حرام، وفعلا اللي انا توقعته كان حقيقي. لقيت فيديو لداعية ما بيقول ان الفيديو رياكت حرام، ولكن الاسباب اللي هو قالها في الفيديو هي فعلا صح، وانا فعلا كان عندي علم بيها وكنت بعملها زمان، ولكن الحمد لله ربنا تاب عليا منها وما بقتش اتنمر على اي حد نهائي، وبقى كل تركيزي ان انا انتقد المحتوى اللي بيتقدم بشكل ساخر ولكن ما ضايقش اللي قدامي. يعني بالمختصر المفيد في قاعدتين مهمين جدا انا بحطهم في فيديوهاتي، واول قاعدة هي ان انا لو شلت الشخص ده وحطيت مكانه اي حد تاني هقول برضو نفس الكلام. بمعنى انا مثلا دلوقتي بتفرج على فيديو للكابتن جيمي وقلت في لحظة معينة افيه معين، لو جينا شلنا بقى من اللقطة دي الكابتن جيمي وحطينا شادي اللي هو انا، مفروض ان انا اقول نفس الكلام، وده كله بيندرج تحت حاجة اسمها النقد الساخر. ولما دورت على النت وسألت شيوخ وسألت ناس متخصصة كلهم قالوا لي ان النقد الساخر ده مباح وما فيهوش اي مشكله طالما بعيد عن التنمر. بمعنى يعني ما ينفعش اتريق نهائيا على خلقه شخص، ما ينفعش شخص في الطبيعي يكون ليه ماشيه معينه وانا اقلده بهدف ان انا اضحك الناس عليه، ما ينفعش شخص يكون صوته رفيع وانا سرسع صوتي عشان اضحك الناس عليه، كل ده حرام ومنهي عنه. تخيل كده انك شفت مثلا واحد تخين في فيديو وقلت الكومنت المشهور اللي بيكون على اي فيديو صاحبه بيكون وزنه زياده حبتين، ايديكم معايا يا شباب يلا نقلب الفيديو. انا عايزك كده تتخيل للحظه واحده بس لو الكراسي متبدله وصاحب الفيديو يشوف الكومنت بتاعك اللي هو اساسا في حاجه ملوش تدخل فيها. تخيل كده لما يشوف الكومنت بتاعك هيقول لنفسه ايه؟ هيقعد كده يتخيل ويسرح ويقول لك طب انا عملت ايه اللي في ايدي اعمله عشان هم ما يتريقوش عليا؟ لان يا حبيبي مش هو اللي خالق نفسه، مش هو اللي اختار انه يكون وزنه زياده. فانت هنا يا حبيبي لما بتتريق على حاجه زي دي حتى على سبيل الهزار، وكمان لو الشخص اللي انت بتتريق عليه ده مسامحك اساسا، فده برضه يعتبر حرام، لان اللي انت اتريقت عليه فدي حاجه مش من صنعه هو اساسا. ولكن على النقيض الاخر لو في حالتي وانا بحاول اسخر بشكل لائق على ما يقدم من محتوى فيه اسفاف وفي استخفاف بعقولنا وفي غلطات في الدين واضحه وصريحه، فده شيء مباح ومش عليه اي حرمانيه. ده طبعا لو مشينا على الكام قاعده اللي انا قلتهم من شويه، وكمان لو حد قال غلطه في الدين وانت صححتها له من غير ما يكون اسلوبك هجومي عشان هو يتقبلها ويسمع كمان منك، فده شيء ان شاء الله ممكن تاخد عليه ثواب. ايه اللي انا هعمله كشادي عشان الفيديوهات بتاعتي ما يكونش عليها اي حرمانية؟ اول حاجة قررت اعملها وهي ان انا افكر في الافيه بتاعي اكتر من مرة، وده شيء سهل بالنسبة لي لان الفيديو اللي انت بتشوفه ده قبل ما بتشوفه فهو بيمر بكذا مرحلة، فدي مش مشكلة قوي بالنسبة لي. وتاني حاجة وهي ان انا همنع نهائيا البنات اللي شعرها مكشوف او اللي مش لابسة حجاب، هو ده شيء هيكون صعب ولكن مش هيكون مشكلة بالنسبة لي. وتالت حاجة وهي ان الفيديو بتاعك ما يكونش فيه
ترويج من اي جهه لاي شيء محرم. وانا اساسا اول ما سمعت الحوار ده، اغلبكم طبعا عارفين ان انا نزلت ستوري وبقول فيها ان انا هوقف الموضوع ده لحد ما اشوف حرمانيه الموضوع وهل هو يجوز فعلا ولا لا. ولكن بعد ما نزلت الستوري لقيت الاتنين اللي بعتوا لي نفس الفيديو في نفس الدقيقه دخلوا رد عليا رد استهزائي اللي هو والتاني قال لي حرام على فكرة اللي انت بتعمله ده. فانا هنا عرفت ان الموضوع مش حرام وحلال او شخص بينصح التاني لاجل النصيحه، ولكن الفكره هنا ان انا كنت ماسك الرجاله غسيل ومكوى من اول ما عملوا اعلانات المراهنات، فتحس كده ان الموضوع زي ما تقول اخد حق، والفكره بعيده تماما عن ان هو الموضوع حرام او حلال او بينصح شخص لاجل النصيحه. فتعالوا بقى اوريكم فيديوهات الناس اللي بتدعي ان فيديوهاتي حرام فيديوهاتهم عامله ازاي. انتوا متخيلين الناس اللي انا هوريها لكم دول شايفين ان فيديوهاتهم حاجه عاديه وفيديوهات انا اللي حرام؟ فتعالوا نشوف مع بعض الحاجه العاديه. كويس قوي. ده عامل كام؟ 300 جنيه يا صاحبي. ايه ده نضيف قوي. انا شايف ان هو يستحق اكتر من كده. ادفع اكتر لو عاوز. خد 400. ماشي يا صاحبي. حبيبي رايق. عامل كام ده يا صاحبي؟ خلي عنك خالص. حبيبي يا صاحبي تسلم. خد يا عم انت عبيط ولا ايه؟ اخره 100 جنيه. والله يا صاحبي في 50 والله جنيه هو اخره 100 جنيه. والله مش هينفع. والله انت حرامي مش والله عايز منك حاجه. يا جدعان بس هحكي لكم قصه الفيديو ده سريعا كده. هو عمل الفيديو ده ونزله عادي طبعا عشان هو فيديو مقرف وما بيضحكش ولا يمت للكوميديا بشيء، وطبعا اكيد بعد الحاجات اللي انا قلتها دي كلها فالفيديو عمره ما هيجيب ريتش. فهو عمل ايه بقى؟ قام مسحه ومنزله تاني ولكن كتب عليه الابراج. ده ليه؟ عشان الواحد او الفانز بتوعه لما بيشوفوا برجهم بيتفاعلوا على الفيديو وبيعملوا كده. ايوه انا بعمل كده، انا دمي تقيل. ايوه بعمل كده. ايوه فعلا برج الحوت بيعمل كده. والله بحبك موت واحب برج الحوت. انا نفسي اعرف بجد والله ازاي الناس مفروض بتضحك على حاجه زي دي. بس انت عارف يا رضا المشكله فين؟ المشكله بتكون في ان واحد ما يعرفش اي حاجه عن البرج بتاعه فيبدا ان هو يدخل عالم الابراج عن طريق الفيديو بتاعك. طب انا دلوقتي برج ايه؟ انا مواليد شهر 8. مواليد شهر 8 بيكونوا برج ايه؟ ايه ده؟ انا برج الاسد، يعني انا اسد. طب يا ترى بقى ايه هي صفات برج الاسد؟ صفات برج الاسد. ايوه فعلا هي دي صفاتي. ايه ده؟ دي الابراج دي طلعت بجد. طب يا ترى بقى برج الاسد هيتجوز امتى؟ فانت كده يا محمد ممكن تساعده ان هو يخش العالم ده. وانا قلت لك يا ابني 100 مره بره عن اي حاجه اعمل اللي انت تعمله طالما بعيد عن الجزء ده. انا عارف ان انت يا عيني مش عارف تجيب ريتش من غيره، ولكن وانت بتعمل اي فيديو افتكر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خير. فهي دي الحاجه الوحيده اللي تعتبر حرمانيه في فيديوهاتك. ده طبعا بعيد عن الفيديوهات اللي انت بتسرقها. ولو مش مقتنع بكلامي فممكن ابعت لك فيديو بس ده طبعا على الخاص بيوضح الكلام ده. اما الشخص التاني معانا فهو عميد المحتوى الهادف في مصر. الشخص اللي اول لما بينزل فيديو بتحصل ازمه في المكانس في العالم كله. الراجل اللي لما انا بشوف له فيديو بفضل اكحكح طول الفيديو من كتر التراب اللي فيه. الراجل اللي يعتبر اخويا الكبير وانا بحبه لله في لله، واللي بيحصل ده ملوش اي علاقه باي حاجه وهو هزار بس. والشخص ده هو حماد ابو المجد. سقف يد منك له، سقف بضمير انا عشان ده اخويا الكبير. ايه هنعمل ايه بقى النهارده؟ بقول لك ايه، سيبني في حالي، انا مقشفر وما معيش جنيه في جيبي. نفس الكلام انا معيش ولا جنيه. بس هتحلت من عند ربنا، اللي بتديني فلوس جت اهي. ايه انتوا قاعدين كده ليه؟ مش هنحضر المحاضرة؟ سامعاك والله. بص يا استاذ خالد، دي ودان مهمتها او وظيفتها ان الشخص بيسمع بيها، ودي طبعا نعمه من نعم ربنا علينا. فيا ريت يعني نراعي ان الشخص اللي قدامنا ده بيستخدمها. لا ما حضرتي انا ماليش مزاج للكلام ده دلوقتي، يبقى روح انت احضريها نبقى نتقابل بعدين. اه صح، بقول لك انت عملت ايه في الفلوس اللي انا قلت لك عليها؟ بصراحة يا خالد أنا آخر فلوس معايا اديتها لك الأسبوع اللي فات، فأنا هحاول أتصرف فيهم من أخويا وهكلمك ادوها لك. يلا سلام، أنا رايحة المحاضرة. يعني حضرتك يعني يا استاذ خالد انا شايف ان من اول ما الفيديو بدأ وانت مش محترم اي حاسه عند الانسه. يعني انت بتشوح لها وهي لسه واقفه قدامك، لا وكمان بصالك وعينك في عينها. ده انت لو عايز تقول لها ان انت بتستغلها مش هتعمل كده يا اخي. خلاص يا عم انا نزلت من البيت وجاي لك اهو. يلا سلام. ايه يا جيجي اتاخرتي كده ليه؟ معلش كان عندي محاضرات كتير قوي النهارده والله. طب يلا اطلع انا اروح الشغل. حماده معلش عايزاك ثانيه. معلش عايزه 1000 جنيه للجامعه. هو كل اسبوع بقت تاخدي 1000 جنيه للجامعه؟ في إيه يا جيجي وانت في جامعه خاصه؟ معلش اصل نزلوا يا حماده التمثيل الجامد ده.
لا مش ممكن، قدراتك التمثيليه جت في عيني. ابقى حاسب المره الجايه. بنت مش بترد ليه؟ انا وصلت تحت البيت اهو. طب يلا مستنيكي. اتفضل يا استاذ، دي اخر فلوس هعرف اجيبها لك. يا بنت عبيتها، الفلوس دي رايحه فين؟ ما انا بس بحوش عشان اجيب الدبلتين عشان اعرف اجي اتقدم لك. يلا بسرعه اطلعي بقى لحد ما نشوفك. سلام. يا لهوي، ازاي ده يحصل؟ ازاي تغلط غلطه زي دي يا حماده؟ واللي ما يعرفش يعني الغلطه اللي غلطها حماده، او اللي مش شايف ان في غلطه، فهي يعني غلطه ما بيننا احنا كاصحاب، والغلطه هي ان محمد رضا ما عرفش يصور اساسا. عبادة يا محمد عامل ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ كله زي الفل. اشمعنى يعني جاي لي عندي الشغل ليه؟ مش حاجة، كنت عايز اوريك حاجة كده. حماده تقريبا شغال تحت الارض، حماده شغال غطاس مجاري، حماده خارج من اجتماع كان مع قرناء الجن. والله بجد يا حماده، انت تعرف الحاجه الحرام الوحيده في فيديوهاتك ايه؟ ان حد يقعد يتفرج عليها اساسا. لا بهزر. لا بس بتكلم بجد والله. الحاجه الوحيده اللي تعيب فيديوهاتك هي الحاجه الوحيده برضو اللي كانت تعيب فيديوهاتي، وهي البنات اللي بشعرها اللي يعني ارجع بقى لاول الفيديو واسمع القصه دي كلها. غير كده فمحتوى حماده ما فيهوش مشكله يعني. وانت حاول برضو ان شاء الله يا حماده الفتره الجايه تبقى تشيل الكلام ده. وفي حاجه كمان برضو انا افتكرتها دلوقتي ممكن تكون غلطه في فيديوهات حماده، وهي انه بيخلي رضا يمثل اساسا. يعني علاقه رضا بالتمثيل زي علاقه واحد زي مثلا بالجيم. اوعى رضا بهزر، اوعى رضا تتقمص وتعمل لي بلوك. ياه بلوك، فكرتني بواحد عمل لي بلوك بسبب حاجه بسيطه قوي. تعالوا نشوفها مع بعض. بعد كلام كتير وبعد سيرش كتير واسمع من هنا شوية واسمع من هنا شوية، اكتشفت ان احنا اللي بنستخدم الموضوع غلط. ايوه انت بتتكلم صح، ايوه والله فعلا معاك حق. احنا فعلا اللي بنستخدم الموضوع غلط، لان المفروض اننا ما نستخدموش اصلا. ده ليه بقى؟ عشان حرام بس. وكمان مش حرام عادي، لا دي حاجة من الحاجات اللي فيها وعيد بحرب من الله ورسوله. كمل يا اسطى، كمل لما نشوف العبط اللي انت بتقوله ده. ان احنا اللي بنستخدم الموضوع غلط. لو عايز تستخدم الموضوع بالطريقة الصح تابع معايا وافهم. انا ولا طالع احلل ولا طالع محللش ولا طالع بقول حلال وحرام، انا طالع بقول لا يا حبيبي، ما انت ما تقدرش اساسا تقول حلال وحرام. مش هيجي على اخر الزمن واحد زيك وهيقول لنا ايه الحلال وايه الحرام يعني. ويا جدعان كده بالمختصر المفيد، اي حد هيقول لك على حاجه حلال وحرام لازم يبقى معاه حاجتين: يا قال الله يا قال الرسول. ولو قال لك قال الرسول لازم تتحرى او يعني تدور بالبلدي كده في صحه الحديث، لان في احاديث ناس كتير بتستدل بيها وبتكون ضعيفه. غير كده خد كلام الراجل اللي بيقوله لك ده كده ارميه في الزباله، حتى لو كان انا. حاجة واحدة بس، انت لو اشتريت من محل دهب خاتم ب5000 جنيه ومجرد ما خرجت من المحل الدهب غلي، رحت داخل بايعه ب10,000 جنيه، هل ده غلط؟ ده مش غلط. لو عايز تفهم اكتر، لو عايز تستخدم ايوه يا حبيبي، انت في النقطه دي هنا كلامك صح، ولكن ما تبقاش مدلس. ده بالنسبه للذهب اللي انت بتقوله ده فعلا صح ومفيش اي خلاف عليه، ولكن ده لو مسكت الذهب في ايدك. لكن اللي على الابلكيشن اللي انتوا بتعملوا عليه اعلانات ده اساسا سوق وهمي مش موجود اساسا في الدنيا. اداره الابلكيشن هي اللي بتتحكم في الصعود والنزول. يعني ده البورصه اساسا اللي هي فيها شك في حرمانيتها فيها مواعيد رسميه للفتح والقفل. يعني ما بتلاقيش البورصه كده فاتحه لك في اي وقت وقافلك في اي وقت، في مواعيد رسميه ومواعيد عمل. ايه الابلكيشن الجامد ده اللي مفتوح 24 ساعه. وغير كده برضه اقول لك اللي انت بتقوله ده ليه حرام؟ حرام لان ما ينفعش تشتري حاجه وتبيعها وانت لسه ما مسكتهاش في ايدك، ومش مسكتها في ايدك بالمعنى الحرفي، لا انت اللي هو تتملكها. شفت بقى ان انت مغيب؟ شفت بقى ان انت بتلبس الناس في الحيط؟ لازم تتملك الشيء بالمعنى بقى، باي معنى، سواء كان تتملكه ويبقى ملكك وبعد كده تبيعه. لكن في البرنامج انت بتعمل صفقه، بتبقى لسه في الصفقه. وصلت؟ ويا هادي يا حبيبي، عايز تشتغل في البرنامج ده اطلع قول لنا انا مخنوق في قرشين، انا ما عرفتش ادفع الايجار، انا ما عرفتش اجيب مصاريفي بنفسي عشان عويل. لكن ما تطلعش تدلس على الناس وتقول لهم اصل الطريقه واصل الاستخدام واصل احنا اللي كنا بنستخدمه غلط، ولكن في طريقه. قول انا عويل، قول عادي ما حدش هيكلمك. وعايز اقول لك والله يا ابني كلمه واحده، انا نفسي تبطل الموضوع ده. ولما عملت لنا فيديو طلعت قلت لنا فيه انا خلاص بطلت وتوبت، اقسم بالله العظيم كان اكتر واحد فرحان في الدنيا هو انا، عشان انا اكلت معاك عيش وملح. اقسم بالله يا ابني انا ما بكرهك، لكن لما اشوف اخويا بيغرق فلازم اتصرف واعمل اي حاجه وباي شكل وباي تمن. والحوار اللي زعلني وضايقني منك قوي هو انك اول لما رجعت تعمل الكلام ده عملت لي بلوك. خايف تواجهني؟
خايف تواجهني بعد ما تبت وطلعت قلت للناس انا بطلت وبعد كده رجعت وطلع كلامك كله في الاونطه وفي الهجايس. حلوه الهجايس دي، حلوه ده طليق على اللي انت عملته. والله يا ابني السؤال اللي جه في دماغي اول لما انت عملت لي بلوك، هو الواد خايف يواجهني؟ يا لهوي يا لهوي، الواد خايف يواجهني؟ امال لما يقف قدام ربنا ويتسأل علمت ليه الناس القمار يا هادي؟ كنت عارف ان هو حرام وجالك الادله، ليه عملت كده يا هادي؟ هتقول له ايه ساعتها؟ الله يا ابني يتوب عليك، اقسم بالله العظيم بتمنى لك من كل قلبي ان انت تبطل الموضوع ده، لان انت مش عارف ومش مدرك خطوره الموضوع ده ايه. وبالنسبه لحماده ورضا فلا، الموضوع هزار وانا حبيت بس انكشكم زي ما انتوا نكشتوني وبس كده. شير لي الفيديو في كل مكان عشان غيرك يستفاد. لو عندك تعليق عايز تقوله فتقدر تنزل تكتبه تحت في قسم التعليقات. شايفين قسم التعليقات كده؟ متربي، عيل متربي. او لو عايز تجي لي على الانستجرام فالانستجرام بتاعه طبعا برد على كل الرسائل، واكيد كل الناس اللي انا برد عليها عارفين وهينزلوا تحت الوقت. شايف هو نازل. وبس كده، انا شادي جن، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.